مرحبا بكم مشاهدينا الكرام معنا في عدد آخر من برنامج حصيلة الكان. انتزع منتخب غينيا انتصارا ثمينا بعد الفوز على منتخب غامبيا بهدف نظيف مساء يوم أمس الجمعة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس إفريقيا بالكوت ديفوار. أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب أجيبو كامارا في الدقيقة 69، وبهذا الانتصار رفع منتخب غينيا رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة خلف السنغال، ليقترب خطوة كبيرة نحو التأهل للدور الثاني. في مباراة مثيرة لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس إفريقيا، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مباراة الجزائر وبوركينا فاسو. افتتح المنتخب البوركينابي التسجيل في الوقت المضاف من الشوط الأول، مع مطلع الشوط الثاني عدل بغداد بنجاح للخضر في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 70 اقتنص منتخب بوركينا فاسو ركلة جزاء ترجمها بيرتران تراوري للهدف الثاني لصالح منتخب بلاده. وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد النجم الجزائري بغداد بنجاح ليهز شباك البوركينابيين برأسية مركزة عدل بها النتيجة للمنتخب الجزائري. استمرت الإثارة في المجموعة الرابعة، حيث شهدت مباراة أنغولا وموريتانيا تسجيل 5 أهداف، 3 منها لأنغولا التي رفعت رصيدها ل4 نقاط في صدارة المجموعة. افتتحت أنغولا التسجيل عن طريق لاعبها موندو دالا في الدقيقة 30، وأدركت موريتانيا التعادل في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب عمار سيدي بونا. في الشوط الثاني عاد موندو دالا ليضيف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 50. 3 دقائق بعد ذلك أضاف زميله ميغيل فييرا ثالث الأهداف لمنتخب أنغولا، وقلص الفريق للمرابطون اللاعب أبو بكر كويتا في الدقيقة 58 بعد تسديدة قوية استقرت في شباك ناموريدياو. وبهذا الانتصار تربعت أنغولا على صدارة المجموعة الرابعة رفقة منتخب بوركينا فاسو. وسعيد جدا باستضافة الزميل المعلق المصري محمود دويدار في حلقة هذا اليوم من برنامج حصيلة الكان للحديث أكثر عن آخر مستجدات منتخب مصر وكذلك إصابة محمد صلاح. كابتن محمود، مرحبا بك في برنامج حصيلة الكان. اهلا بك صديقي العزيز مولود الزين، واهلا بمتابعيك في كل مكان. سعيد ان انا موجود معك النهارده عبر برنامج حصيلة الكان، وتمنياتي لك دائما وابدا بالتوفيق، وان شاء الله نقدم النهارده ما يليق بالمشاهد والمتابع من خلالك طبعا تغطية جميلة جدا وموفقة فيما يخص يوم بيوم لبطولة كان كوديفوار 2024، وإن شاء الله بإذن الله تكون يعني حلقة مثرية بالنسبة للمشاهد والمتابع في كل مكان. إذن كما شاهد الجميع الزميل محمود يعني تعادلين في المباراة الأولى والثانية، ومفاجأة كبيرة أمام منتخب موزمبيق يعني بالتعادل بهدفين لهدفين. منتخب مصر يعني تحسن الأداء خاصة في الشوط الثاني في مباراة غانا ضمن الجولة الثانية. كيف يرى يعني الشارع المصري هذا التعثر يعني في البداية لمنتخب مصر الذي صعب الأمور على نفسه، خاصة وأنه يمتلك فقط نقطتين لحد الآن، بينما منتخب الرأس الأخضر يعني ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة. تبقى الحظوظ متساوية بين غانا وكذلك مصر. يعني كيف يرى الشارع المصري حظوظ وأنتم كذلك تروا حظوظ المنتخب المصري للتأهل للدور الثاني؟ طبعا فيما يخص حظوظ منتخبنا الوطني، طبعا المنتخب المصري المنتخب امامه فرصه مميزه من اجل الصعود ان شاء الله لدور الثمانيه. عنده لقاء امام منتخب كاب فيرد، اللقاء الاخير منتخبنا جمع نقطتين من تعادلين، تعادل اول امام منتخب موزمبيق وتعادل امام المنتخب الغاني. يمكن التعادل امام غانا كان مرضي بالنسبه للجمهور على اعتبار المنتخب الغاني واحد من المنتخبات يعني المعروفه واصحاب التاريخ، لكن طبعا اول لقاء والتعادل امام منتخب موزمبيق اللي انا شايفه من وجهه نظري منتخب متواضع، وكان منتخبنا يقدر يحقق المكسب بكل سهوله، لكن احنا صعبنا اللقاء على نفسنا، تقدمنا ورغم ذلك حدث تهاون من اللاعبين الى ان تقدم المنتخب الموزمبيقي وطبعا واحرز هدف الفوز، والى ان اتى محمد صلاح في اخر المباراه وسجل هدف من ضربه جزاء. وبنفس الطريقه المنتخب الغاني ايضا تعادلنا معاه في اخر اللحظات بهدف مصطفى محمد. حتى الان منتخبنا لم يقدم المردود الفني، لكن حينما تاتيك الفرصه فلا بد ان تستغلها. فمنتخبنا ان شاء الله امام منتخب كاب فيردي الفوز ولا بديل عن الفوز، التعادل او الهزيمه.
سيجعل طبعا منتخبنا الوطني في مهب الريح ويودع البطولة، ويكون مفاجأة كبيرة جدا بتوديع منتخبنا اللي يعتبر هو صاحب الرقم القياسي بالتتويج بهذه البطولة 7 مرات. روي فيتوريا إن شاء الله يقدر يبني على اللقاء الشوط الثاني. الشوط الثاني شفناه في مباراة غانا، كنا مقدين شوط كويس جدا، يعتبر هو بالنسبة للأربع أشواط اللي لعبناهم من خلال المباراتين يعتبر هو أفضل شوط في الأربع أشواط، وبالتالي نقدر نبني على الشوط الثاني من خلال تقديم مردود جيد امام منتخب كاب فيردي، خاصه ان منتخب كاب فيردي ضمن الصعود وبالتالي سيريح معظم لاعبيه الاساسيين، وامامنا فرصه جيده جدا من اجل الفوز بدون التفكير او النظر لمباراه غانا وموزمبيق. إذا الكابتن محمود، يعني المباراة الأخيرة لمنتخب مصر والأخيرة ضمن هذه المجموعة ستكون أمام منتخب الرأس الأخضر الذي ضمن مسبقا التأهل كمتصدر للمجموعة، وخاصة مع غياب القائد والنجم محمد صلاح الذي أشارت آخر التقارير أنه سيغيب عن المباراة. طبعا فيما يخص إصابة محمد صلاح فتمنياتنا ليه إن شاء الله بالشفاء. التقارير الطبية اللي طلعت بعد لقاء غانا والفحوصات الطبية أكدت إن محمد صلاح هيغيب لمدة مباراتين، المباراة الأخيرة أمام كاب فيردي في دور المجموعات ومباراة دور الثمانية إن شاء الله حال صعود منتخبنا، وإن شاء الله يكون منتخبنا من الصاعدين. محمد صلاح عانى طبعا من شد في العضلة الخلفية، وإن شاء الله تمنياتنا ليه بالتوفيق. فيما يخص طبعا تأثير محمد صلاح على تشكيلة المنتخب، فبالتأكيد لما يكون عندك لاعب بقيمة محمد صلاح هو لاعب مؤثر حتى وإن لم يظهر بمستواه المعروف حتى الآن، رغم وجود العديد والعديد من الانتقادات لمحمد صلاح مستواه مختلف تماما عن مستواه مع فريق ليفربول، لكن ان شاء الله محمد صلاح يقدر يستفيق بعد العودة من الإصابة، ويقدر ان شاء الله يقدم حلول فنية زي ما بنشوفه دايما مع فريق ليفربول اللي بيقدمها من خلال بطولة البريمير ليج، طبعا اقوى البطولات واقوى الدوريات على مستوى العالم. ان شاء الله محمد صلاح مع طبعا مشاركته مع منتخبنا بعد العودة مع الإصابة يكون موجود ان شاء الله ويؤدي بالمستوى المعروف. فيما طبعا يخص غيابه، هو طبعا في لاعب احمد سيد زيزو هو يعتبر افضل بديل لمحمد صلاح. شفنا في اللقاء الماضي اشراك مصطفى فتحي بدلا عن محمد صلاح، لكن مصطفى فتحي بغايب عن مستوى وغايب عن الاداء القاري فيما يخص منتخبنا، وغايب عن المستوى المعروف، واحد من اللاعيبه اللي كانوا بيعانوا الفترات من الاصابه، وبالتالي احمد سيد زيزو من ناحيه الجاهزيه ومن ناحيه الاداء طبعا الهجومي هيكون افضل بكتير جدا من مصطفى فتحي، كمان بدنيا افضل من مصطفى، وبالتالي احنا نشرك اللاعب الاكثر جاهزيه احمد سيد زيزو مع اشراكه، ومروان عطيه من وجهه نظري بدلا من محمد النني، احمد فتوح بدلا من محمد حمدي على الجانب الايسر، ياسر ابراهيم بدلا من احمد حجازي اللي من ساعه رجوعه من الاصابه وهو بيعاني من سوء اداء كبير جدا مع فريق اتحاد جده، حتى في مشاركته في اول لقاءين امام موزمبيق ومنتخب غانا لم يظهر احمد حجازي بمستواه المعروف، وبالتالي من وجهة نظري 4 تغييرات تطرأ على التشكيلة لمنتخبنا الوطني هتخلي المنتخب شكله أفضل وأداؤه أحسن إن شاء الله في قادم المواعيد، وتمنياتنا إن شاء الله لمحمد صلاح بالعودة سريعا من الإصابة، وإن شاء الله يكون أفضل وأحسن ويظهر بمستوى مغاير عن ما شاهدناه منذ بداية البطولة لمحمد صلاح. تمنياتي إن شاء الله لمنتخبنا الوطني بالتوفيق، وتمنياتي كمان للمنتخبات العربية بإذن الله بالتوفيق والصعود من خلال دور المجموعات، وإن شاء الله منتخبنا يقدر يكون أفضل وأحسن في قادم المواعيد وقادم المناسبات فيما يخص بطولة كان كوديفوار 2024. إذن شكرا للزميل الصحفي والمعلق الرياضي محمود دويدار، كنت معنا من مصر. والآن إلى آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي، حيث يخوض أسود الأطلس يوم غد الأحد على الساعة 3 زوالا المباراة الثانية لهم ضمن دور المجموعات للمجموعة السادسة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. خاض أسود الأطلس عشية اليوم السبت حصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية يوم غد الأحد على الساعة 3 زوالا، وعرفت الحصة التدريبية حضور جميع اللاعبين باستثناء نصير مزراوي جناح بايرن ميونخ الألماني الذي لا زال يتدرب وحيدا لاستكمال برنامجه العلاجي. وفي ذات الصدد كشف الناخب الوطني وليد الركراكي أن نصير مزراوي غير جاهز لحد الآن ويمكن ألا يلعب في نهائية الكان. وأضاف وليد الركراكي أن اللاعب سعيد جدا داخل المجموعة وسيتواجد مع أسود الأطلس حتى النهاية.
وأكد الناخب الوطني على ضرورة نسيان مباراة تنزانيا والتركيز على مباراة الغد أمام الكونغو الديمقراطية. كما عبر وليد الركراكي عن احترام كبير للمنتخب الكونغولي، وقال أن المغرب ليس مرشحا للفوز بلقب الكان بالكوت ديفوار. وبخصوص عودة المدافع عطية الله وسؤاله حول من سيلعب، كشف وليد الركراكي أنه لا يهم من سيلعب الشيبي أم عطية الله، الأهم القتالية والأداء على أرضية الميدان. وحول استدعائه لحارس الجيش الملكي، أبرز الركراكي أنه أتى بالحارس الشاب لكي يتعلم ويستفيد من خبرة بونو والمحمدي حتى يكون يوما ما الحارس الأول للأسود. كما أضاف الركراكي أن الجو سيكون صعبا نظرا لتوقيت المباراة، ولكن عامل الحرارة والرطوبة ليس مبررا، والأسود في كامل الجاهزية وسيلعبون بكامل إمكانياتهم. وإلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حصيلة الكان. نترككم مع برنامج مباريات يوم غد لكان الكوت ديفوار. إلى اللقاء.